بالله كل اخواتي. هكمل باقي القليه بالشكل ده ونيجي نقدم كفتة البتنجان مع بعض. كده خلصنا كفتة البتنجان بتاعتنا بالخضار والبطاطس. يا سلام مش عارفة اقول ايه الصراحة. انا مش هقول اي حاجة على جمالها وطعامتها وحلاوتها، ودي كمان مش كل الكمية الصراحة، احنا اخدنا منها تاني، مش هندوق يعني. طعمها حلو جدا جدا وشكلها الصراحة منتهى الشياكة ومغذية. جربوها، انا مش هتكلم كتير عن جمالها الصراحة يعني. جربوها تعجبكم كتير وتقولوا لي بقى ايه رأيكم. وعملنا جنبها شوية طحينة بالشكل ده، وتعملي اللي انت حباه طبعا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. شايفين جماله وطعمته روعة، عايزاكم تجربوه من جماله وحسه والريحة. اقسم بالله سهلة، خد زيت وحلو.